السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية كبيرة لكم وكل كما راكم الزول في الله ولا الناس اللي راهم يتبعوا فينا ويشوفوا فينا ونتعلموا منكم من لي كومونتير تاعكم اللي تبعتوهم. بارك الله فيكم. اليوم رايحين نحكيو على واحد القصة هذه تاع واحد الشيخ، انا سمعتها من واحد الشيخ وراح نحكيها لكم باش نترانسميتي الميساج. واحد الشيخ كان عايش في واحد الدار، كان يمن بربي وانسان عابد ومتقي وكلش. جاوه واحد الخطره، واحد الناس قالوا له يا شيخ وقيل رايحه تصب المطر والواد اللي بحد الدار او راح يفيض وراح قادر تغرق. فقال لهم انا ما نخافش، معايا ربي سبحانه. وقعد في دار ويدعو يا ربي كن كش ما يسرى، نجيني نجيني نجيني. فبعد صبت الشتاء بدات تقوى، جاوه الناس قالوا له يا شيخ غير اهرب من الدار خاطرك النوي المطر قاعده تصب وراح يفيد الواد وراح تغرق. وهما راحوا، فقال لهم ما نروحش، راني قاعد هنا يا ربي كش ما يصير نجيني نجيني نجيني. ومن بعد جات صار في حال الواد فاض الواد وبدا يلعب على الدار. فجاوه ناس قالوا له احنا اخر ناس، ما بقى حتى واحد اليوم. قالوا له رحنا اخر ناس، هيا معانا راي الفرصه الاخيره. قال لهم لا ربي سبحانه ما يخلينيش، يا ربي نجيني يا نجيني. فحملت طلعت الدار تعمرت ماء، طلع فوق السطح وبقى يدعي يا ربي نجيني يا ربي نجيني. فعدى واحد بفلوكه اخر واحد قال له يا شيخ صاي اني اخر واحد اركب معايا سينو تغرق. قال له ما نعولش عليك، انا نعول على ربي. وبقى يدعي يا ربي نجيني نجيني نجيني. وراح مول الفلوكه وخلاه وبدات تفيض وهو ثقته بربي كبيره كبيره كبيره. ولهنا صارت معجزه، صارت حاجه غريبه، صارت حاجه بالك نورمال بالك غريبه. خلاص مع هو قوته ايمان ويدعي ربي ربي ربي، تريب عليه الدار وتريب وتدخل في الماء ويموت. راح الشيخ، هلك الشيخ مات. برطون كان يدعي وكان ثقته بربي كبيره. هو وعلاه يا ناس، هو كنا نسناو في معجزه وتهودك شغل هذيك الضوكي تاع الزكتراتيرستر ويهزوه ولا حاجه ولا واش كاين. يقول لك لما تلاقى بربي سبحانه. فالشيخ هذاك قال ربي سبحانه يا ربي وعلاه دعيتك وانا انسان صالح وديما نعبدك وما منعتنيش وما استجبتليش. صح من حقه انه يقول كذا. فيقول لك انه ربي سبحانه يرد عليه ويقول له عبدي، يقول له عن بالك باللي قبل ما تحمل الدنيا وتصب المطر بعت لك ناس باش نجيك وانت ما حبيتش. وكي صبت المطر وفاض الماء زدت بعت لك ناس اخرين باش يمنعوك وانت ما حبيتش. وكي كنت فوق السطح وغرقت الدنيا وحملت بعت لك واحد بالفلوكه باش ينجيك وانت ما حبيتش. فقال له هو انت وش كنت حاب معجزه يجيو ملائكه يهزوك؟ ساعات يا ناس انت تدعي وربي يجيب لك الحل بس انت ما تشوفوش. انت حاب معجزه، انت حاب حاجه خارقه للعاده. ساعات انت عندك مشكله يجيك واحد يطبطب تصدق عليه تقول له مش نيلاتي انا يا ربي نيلاتي في مشكله تاعي. وبلاك الدعوه تاع هذاك اللي جاي يتصدق عليه بلاك هذا كل راح تفتح لك. بلاك انت تلمون داير ذنوب كالدعاء تاعك ما عادش يوصل. فربي يبعث لك ساعه ابواب تاع خير وانت ما تولهاش. الفكره انه يا ناس كل ما يجيك خير اي خير ما ترفضوش. ما تقولش لا انا عندي طريق واحده اخرى دوك ربي سهل لي في الطريقه دي. لا، ساعات الحلول تاع ربي تجيك من ابواب مش انت اللي متراساها، ربي يجيب لك الحل من جهه واحده اخرى. فهذه نقطه لازم تنتبهوا لها ولازم تحفظوها. حصول هذه كانت الفكره تاع اليوم، جسبر فهمتوها. نتلاقاو غدوه في قصه واحده اخرى في عبره ومعنى واحد اخر.